السلام عليكم. الكل بيسأل سيزيف عمل ايه ومحدش بيسأل سيزيف عامل ايه. بصراحة كان في واحد سأل سيزيف عامل ايه، البير كام الله يرحمه، وكانت اجابته سيزيف كويس يا جماعة الحمد لله، او زي ما ختم مقاله الشهير: على المرء ان يتخيل سيزيف سعيدا. ايه ده يعني مش عقاب الهي ومعاناة ابدية زي الاسطورة الصغيرة ما بتقول؟ انا جنة عادل وده اللي هنتسحل فيه النهارده. بس الاول لو مش عارفين مين سيزيف اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتعالوا. الفيلسوف والاديب الجزائري الفرنسي البير كامو كان شايف ان عقاب سيزيف هو مجاز عن الحاله الانسانيه. سحله سيزيف مع الصخره شبه سحلتنا في ان احنا نلاقي اجابات على الاسئله الكبيره، زي هو احنا في ايه، مشوارنا ده ليه، ايه المعنى في اننا نتولد، اهالينا يحاولوا يربونا يجيبوا لنا تروما، نتعلم نكبر نشتغل نجيب فلوس نحطها في ثيرابي عشان نعالج التروما، اللي يتوفق مننا يتجوز ويخلف يجيب عيال يحاول يربيهم فيجيب لهم تروما، وكلنا هنموت في الاخر والحياه مكمله عادي. What's the point؟ ده اللي بيسميه كامو الابزيرد او العبث، رغبتنا الملحه في اننا نلاقي كتالوج لحياه ملهاش كتالوج. عشان let's face it، الحياه مش متوقعه واحيانا بتبقى ظالمه، والاشرار بيكسبوا احيانا والطيبين بيخسروا احيانا، ومفيش قاعده ثابته. التناقض ده بين اللي احنا محتاجينه من العالم واللي العالم بيقدمه لنا فعلا هو اللي بيسميه كامو العبث. وفي رايه ان احنا مهما تلهينا في الحياه والروتين اليومي، الاسئله الكبيره دي هتفضل تجري ورانا وهتطلع لنا من وقت للتاني في لحظه زهق، في لحظه غضب، لان العبث في رايه هو حقيقه الحياه. الحياه فعلا ملهاش معنى. من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك، ومن يريد المعنى فليذهب للإجابات الجاهزة اللي بتقدمها الأديان أو الأيديولوجيات. وإن كان ده في وجهة نظر كامو بيعتبر انتحار فلسفي، لأننا ما وصلناش لإجابات نهائية، بس سكننا عقلنا باحتمالية إننا ممكن نلاقي الإجابة في وقت من الأوقات، وصدقنا إن في حقيقة أو حكمة كبيرة هتكشف عن نفسها بالوقت، أو إن العدالة هتتحقق في حياة تانية، في حين إن إحنا هنا في الحياة دي لا عندنا معنى ولا حكمة ولا عدالة. الحل في معضلة سيزيف من وجهة نظر كامو يشبه لأسطورة هندية ما افتكرش ان كامو نفسه كان يعرفها، بتحكي عن واحد اسمه مجنون نارانام. الراجل ده الناس احتارت في امره، تلاميذه كانوا شايفينه حكيم او نبي، اما بقية الناس فكانوا شايفينه راجل مجنون. الراجل ده كان بيصحى كل يوم الصبح يرفع صخرة كبيرة ويحاول يطلع بيها لحد قمة جبل، ولما يوصل فعلا بيزق الصخرة ويقف يتفرج عليها وهي بتقع وهو بيسقف ويضحك ويهيص، واول ما توصل الارض ينزل يجيبها تاني ويرفعها تاني ويكرر اللي عمله ده مرة ورا مرة يماتي على الله. بشكل ما ده الحل اللي بيقدمه كامو، التمرد على العبث ده بالاعتراف بيه ومواجهته. نرفع الصخرة واحنا عارفين انها هتقع، نسعى واحنا عارفين ان استمرارية السعي لا تعني حتمية الوصول، وبدل ما نحاول نهرب من الأسئلة الكبيرة نواجه نفسنا بأننا فعلا مش عارفين وغالبا مش هنعرف. وحتى لو الدنيا لعبة مكررة وملهاش معنى، وماله ما نلعب، بس نلعب واحنا عارفين انها لعبة وما ناخدهاش على صدرنا غير لو هنحطها في البعيد. لمزيد من السحلات اضغط هنا او هنا او هنا، او على حسب انت بتشوفني فين، لاقي لك زرار بقى دوس عليه.